واحد النقطه كنا كنشيروا لهم اللي كنا باقي صغار، بزاف الناس كان كتسمع بنادم خصو يمشي لاوروبا، بنادم كيحاول يهاجر، المغرب ما فيهش. انا اليوم كنقول لكم باللي المغرب فيه الفرص اللي ما تجرب حتى دوله اخرى. المغرب ديالنا ممكن انك تستثمر فيه، وممكن ان الشاب المغربي يعطي فيه يوصل بزاف من الاماكن، يعني نقولوا مثلا لا ماديا لا ثقافيا. وبزاف الناس انا كنعرفهم طلعوا لاوروبا وندموا، كيقول لك راه المغرب صراحه ما كاينش بحاله. اذا السلام عليكم، معكم مصطفى العامري، الرئيس المركزي للهيئه الوطنيه للشباب الملكي للدفاع عن الوحده الترابيه. هذا الحفل جاء احتفالا وتتويجا للتنظيم العالمي اللي نظموا المغرب لكاس افريقيا، وانتم شفتوا العالميه وصلنا لها، جوده الملاعب، جوده التنظيم، قمه ديال الامن الحمد لله، وكذلك هذه النتائج اللي حققها المنتخب المغربي. وان شاء الله لا كوب غتبقى في المغرب، هذا ايمانا بالمجهودات الجباره اللي كيقوموا بها اللاعبين. اذا الهيئه الوطنيه للشباب الملكي ما يمكنش دوز هذه الفرصه هذه الا وانها غادي دير احتفال وتنظيم لقاءات وشراكات. هذا الاحتفال هذا بشراكه مع المنظمه المغربيه للوحده الوطنيه برئاسه السي محمد الزويتن، كنشكروه الاستقبال ديالو في القاعه ديالنا قصر الزويتن. حفل اللي عقدنا فيه شراكات واللي درنا فيه تكريمات واللي احتفلنا كما قلت اولا واخيرا بالتنظيم الرائع لكاس افريقيا. وكنبغي نهدي هذا التتويج وهذا التنظيم وهذا الحفل للرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، تحت شعار الله الوطن الملك. السلام عليكم. في البدايه غادي نقدم نفسي. انا زويتن محمد، الرئيس ديال المنظمه المغربيه للوحده الوطنيه لجهه طنجه تطوان الحسيمه، وعضو المكتب الوطني للمنظمه الموجود في مدينه مراكش. هذا الحفل كان بالنسبه للجانب الذي يخص منظمتنا، السبب اللي كان هو الدعوه التي وجهها لي رئيس الهيئه الوطنيه للشباب الملكي، وعطاني شرف انني فتحت المعرض اللي كاين في ساحه الامم. ومن خلال هذا اللقاء اللي كنا درناه هذا توطدت العلاقه مع السي مصطفى عامر، وجلسنا وقررنا اننا نديروا حفل اكبر نعبر فيه عن احاسيسنا هذه الايام، حيث كاس افريقيا للامم. اللي بهذه المناسبه هذه كنتمناو ان المغرب يحصل على الكاس، والكاس يبقى هنا في المغرب. وهذا الفرح وهذه الصوره الجميله اللي عطاوها على المغرب، لا من ناحيه التنظيم، لا من الناحيه الامنيه، لا من ناحيه المشاركه ديال صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، اللي كيبان يعني يعيش المقابلات نفسانيا. كنشوفوه كتبان غير من خلال الزجاج، كنشوفوه كنحسوا به بانه عايش. هذا بغينا ربي يكمل عليه ان شاء الله، والنتيجه ديال هذا الكاس هذا تكون لصالح المغاربه. في نفس الوقت هذا الحفل هذا كيعبر كذلك على ان هناك جمهور الذي يسعى الى الدفاع عن الثوابت، لان هذا موضوع كبير. احنا الشباب ديالنا جات الساعه فين خاصنا نحسوا به، يعني ما غاديش نقول ملكي، نحسوا به ملكي ومغربي ويحب بلده ويدافع عنها. وان شاء الله احنا فرحانين وعندنا امل ان المستقبل ان شاء الله غادي يكون ظاهر. ونختم الكلمه ديالي بالدعوه بالشفاء صاحب الجلاله نصره الله، وبالختام الله الوطن الملك.